بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الإحباط وبيجي منين وإيه مشاكله وإزاي نتخطى الإحباط. الإحباط هو التوتر بس زاد عليك شوية، خلاك مستسلم لأي حاجة، عندك شعور بالعجز والرغبة في إنك تكون لوحدك. بس خلي بالك، الإحباط مش هيأثر بشكل سلبي على سلوكياتك، لكنه هيمنعك انك تتقدم، انك تواصل حياتك، ويخليك دايما متكتف بالهموم وعاجز انك تنجز اي حاجة. طب امتى بيحصل الاحباط؟ لما نتعرض لاي ضغوط اجتماعية نفسية ما نقدرش نواجهها، بيحصل لك شعور بالعجز وبعد كده بيحصل لك عملية احباط. طيب تعال بقى لما تزيد علينا المشاكل او عقبة في طريق حياتك ونفشل اننا نوصل لحل ليها، كده بيوصلنا برضو للإحباط. والإحباط بيعتبر من أخطر المشاكل أو بيتعرض لها الإنسان بصورة مستمرة في حياته اليومية، وعشان كده اوعى تستسلم. ليه؟ طيب يقصد ايه بالإحباط في علم النفس؟ قال لك ده حالة بتواجه الفرد امتى؟ لما بيكون عاجز عن انه يحقق رغباته النفسية والاجتماعية. بسبب ايه؟ بسبب حاجة معينة، ممكن تكون الحاجة ديت خارجة عن ارادتك، مثلا زي العوامل المادية او الاجتماعية، او عامل داخلي كعيوب نفسية بدنية او حالات صراع نفسي بيعيشها الفرد وبتمنعه من اشباع رغباته والدوافع اللي عنده. طب اعراض الاحباط ايه؟ انك بتفقد الاهتمام بالسعادة سواء في البيت او مع الاسرة ومع الاصدقاء، عدم القدرة على التركيز وكتر النسيان، حاسس ببعض الالام او التعب في جسمك من غير سبب واضح، عندك دايما اضطراب في النوم، عندك فقدان للشهية، قلق كتير، فقدان الثقة بالنفس، البكاء دايما من غير سبب. هل الإحباط بيدل على إيه؟ بيدل على إنك محتاج تاخد خطوة للخلف. تاني حاجة، أي عقبات في حياتك ادي نفسك فرصة إنك تفكر بشكل أكبر وأوقح شوية. ثالثا، دي علامة بإنك محتاج للراحة، ريح نفسك شوية. رابع حاجة، الإحباط فرصة للنجاح، إنك تراجع نفسك مرة تانية. مش كده وخلاص. أسبابه بقى إيه؟ أسبابه منها أسباب مادية. طب الأسباب المادية زي إيه؟ يقصد بيها الجانب المادي اللي بيأثر عليك بشكل كبير، زي إيه؟ كوارث طبيعية، براكين، زلازل، فيضانات، حاجة محتاجة فلوس كتيرة جدا وإنت مالكش جزء فيها. يعني إيه؟ يعني أي حاجة بتخص الجانب المادي من حياة الإنسان. طب الأسباب الاجتماعية زي الأسباب اللي بتتعلق بالناحية الاجتماعية للفرد، اللي بتحد من حريتك، أو الضغوط الاجتماعية، أو قوانين بتبعد الإنسان عن أهدافه اللي هو عاوز يحققها. طيب في أسباب اقتصادية زي الفقر، وده من أهم العوامل اللي بتسبب الإحباط، لأنه مش بيسمح للإنسان أو يديله فرصة علشان يحقق رغباته سواء المعيشية أو التعليم وغيرها. طب العيوب الذاتية، وهي العيوب اللي بتتعلق بالإنسان من الناحية الجسمانية، زي مثلا شخص بيعاني من إعاقة تمنعه من إنه يحقق الدوافع اللي عنده، أو إنه متواضع زيادة عن اللزوم، والتواضع ده بيمنعه من إنه يحقق التفوق أو الإنجاز نتيجة الخوف والخجل والإحراج، وده بيمنعه من الاختلاط بالآخرين ومواجهته. طب إزاي بيواجه الإنسان الإحباط؟ بطريقتين، في طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة. الطريقة المباشرة إنك بتضاعف جهودك أكتر عشان تتغلب على أي عوائق في حياتك، وده بيديك القدرة والطاقة على إنك تتخطى أي عقبة، زي الرياضة والمذاكرة والتدريب أو حاجة أنت بتحبها. طيب نغير الطريقة. لما بيكتشف الإنسان إن الطريقة اللي كان ماشي بيها أو بيتبعها مش نافعة معاه، بيقوم بتغيير الطريقة لطريقة تانية بيطور أدائه. تغيير الهدف، في حالة فشل الطريقتين اللي احنا قلناهم، الإنسان بيغير الهدف نفسه، لأنه بيكون عنده هدف هو الحصول على وظيفة معينة وما قدرش علشان يقدر يتخلص من عملية الإحباط.
طب في اساليب غير مباشره؟ طبعا. في حاله فشل الطرق الثلاثه اللي احنا قلناهم بيحصل للانسان هنا حاله من القلق والتوتر بتاثر على سلوكه وتوافقه النفسي. هنا بيلجا الانسان لحيل دفاعيه لا شعوريه بتساعده على انه يخفض حده التوتر، ودي اسمها الحيل العقليه. طب ازاي بقى نتخلص من الاحباط؟ امال اعمل ايه يعني؟ انا هقول لك انك تحاول تهدي نفسك على قد ما تقدر، تغير جو، خد نفس بالراحه كده، قوم اتوضى وصلي ركعتين، اغسل وشك، ده اول حاجه. اعمل طريقه تانية، اتنفس بهدوء، بمعنى انك تاخد شهيق نفس جامد وتطلعه بطيء، انك تفرغ المشاكل بالفضفضه بالكلام مع اي حد، صديق، انسان مقرب. ساعات بتقول انا محتاج ابكي، لو انت حسيت بالرغبه في انك عايز تبكي ما تكبرش، ابكي. الخروج للاماكن المفتوحه، درب نفسك على استيعاب المشاكل اليوميه باسترجاع التجارب المشابهه اللي مرت بيك وتتغلب عليها. حاول تتمشى في الهواء بره البيت او تعمل حاجه انت حابب تعملها وبتكون مبسوط لما بتكون بتعملها او بتكون فاضي، لان ده بينقلنا لحاله مزاجيه افضل وتفريغ المشاكل اللي جواك بالفضفضه والكلام لحد قريب منك. حتى لو حسيت بالرغبه في انك تبكي ما تكبرش، وتفتكر دايما بان دوام الحال من المحال، وان الوقت كفيل انه ينهي كل الفوضى اللي حصلت في حياتك. بس ما ننساش مع كل ده الاهتمام بالغذاء والاكل كويس جدا، مع التركيز على البروتينات وعسل النحل، والحاجات دي بتساعد على انك تكون هادي، وكمان بتساعدك كمضاد طبيعي للاحباط والاكتئاب. فلازم تثق في قدراتك على انك تتخطى الازمه دي، انك تبسط الضغوط النفسيه والثقه في نفسك، وان كل مشكله لها حل حتى وان كان في الوقت او في وقت تاني. ممارسه الهوايات لانها بتنقل الشخص من حاله لحاله تانيه اكثر سعاده. ان الانسان بيترك التفكير في مشاكل ويحاول اسعاد الاخرين، فبيلاقي سعادته الغيبه وليس الاحباط. تذكر ان دوام الحال من المحال زي ما قلنا قبل كده، والثقه بان الوقت كفيل بانهاء هذه الحاله. اخر حاجه الاهتمام بالاكل او الغذاء. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.